الله وبركاته. معاكم مستر باسل، فيديو جديد. الحمد لله على السلامه يا طارق بريب 2 يا عبقري يا جامد جدا. اهلا بيك في قناه باس ماس، والحمد لله على السلامه. طبعا معظمكم عارف، يعني لحظه بس كده هرمي المخده وجاي لك تاني. طبعا معظمكم عارف بقى ان انا دلوقتي محتاج مراجعه شهر مارس، عشان خاطر طبعا كان في عيد. كل سنه وانت طيب. وخلصنا العيد، خلصت الكحك، خلصت البسكويت، ولكن لقيت الدروس كلها متراكمه عليك ومش لاحق تذاكر ولا تراجع ولا تعمل ايه. باذن الله النهارده في 6 ورقات بس، زي ما انت متعود مني، 6 ورقات بس هلم لك المكرر كله من اول كلمه لحد اخر كلمه. يعني انت ساعتك هتعمل ايه دلوقتي؟ هتذاكر باذن الله ال6 ورقات دول بس، وتغمض عينك وتخش تقفل اي امتحان في الدنيا. هتعمل ايه؟ هتذاكر ال6 ورقات دول بس سعادتك بالاسئله اللي فيهم بنفس الارقام، وهتنام على كده. خلص ال6 ورقات، هتروح تنام وتقفل في اي امتحان مهما كنت في اي حته في الدنيا. بص بقى يا مستر باسل، بص يا حبيبي. اولا كده عندنا ليسون 1 كان بيتكلم على حاجه اسمها بروبورشن، ومش عارف اثبات البروبورشن واعمل كومبير والكلام ده كله. انا هفكرك بسرعه. اولا بس كده سعادتك لحظه بس واحده، يعني كلمه بس بروبورشن او ريشيو. الموضوع عندنا بدا بكل سهوله. قربي بس حاجه، تعالي قربي. مش عاوز تقرب ليه الولايه دي الخاينه؟ قربي يا خاينه، تعالي. هي قربت الحمد لله. بص بقى كده سعادتك، الموضوع كده عندك بكل بساطه. اولا بس كده، يعني ايه كلمه ريشيو؟ كلمه ريشيو دي يعني بعمل كومبير ما بين حاجتين. يعني عندك حاجه اعمل كومبير، سميها ريشيو. بمعنى مامتك في العيد لا قدر الله كانت بتديك انت جنيه، تدي اخوك 10 جنيه. بتقول والله العظيم انا وليا مفتريه. ريشيو ما بين انت واخوك الصغير 1 to 10. يعني لو اديته 2 هتديه 20 وهكذا. يعني دي كده عندنا بنسميها عندنا ايه؟ بنسميها عندنا ريشيو. يعني بنقارن ما بين ايه؟ ما بين عندنا كميتين عامه يعني. طيب وبعدين يا مستر باسل كبرنا شويه، خلاص عرفنا اصلا يعني ايه ريشيو. يعني المقارنه اللي عندي دي كده دي ايه؟ كبرت شويه. ممكن بس لو سمحت استاذن بس العروسه هقلع الدبله عشان خاطر لما اجي امسح، سامعني؟ لما اجي امسح ما بوصل البورد والبورد اللي عندنا تبوظ. طبعا لو انت طبعا لسه ما تعرفش قول لي بسرعه يا مستر في الكومنتات. الف مبروك. سبحان الله مش عاوزه تتقلع. طيب الف مبروك، انا اصلا خطبت جديد و ربنا يتمم لك على خير يا مستر باسل، وهكذا يعني. هقلعها بس ونكمل مع بعض عامه. بص بقى سعادتك، ايه بقى يا مستر باسل؟ والله كده يا حبيبي عندك بس كده الاول سؤال. ايه بقى يا مستر؟ عندك كده الاول معنى اصح، مثلا لو قال لك دلوقتي سعادتك يا حبيبي مثلا يعني قال لك ان احنا عندنا 3 over 5 equal مثلا 6 over 10، وعايز يسالك هل دي بروبورشن ولا لا. اولا بس بعرف منين؟ بتاكد ازاي؟ طبعا ده طبعا اسمه الفيرست، ده اسمه السكند، ده اسمه الثيرد، ده اسمه الفورث، وهكذا يعني. تمام مستر باسل؟ وبعدين اتاكد ازاي ان هي بروبورشن ولا لا؟ لو جت اصلا تشوز اقول لك والله يا حبيبي هتعمل عندك ده تايمز ده، اللي هو عندك ايه؟ اللي هو عندك 3 تايمز قصدي 6 تايمز 5 و3 تايمز 10. لو الاثنين دول الناتج بتاعهم طلع زي بعض يبقى كده بروبورشن. ما طلعش زي بعض مش بروبورشن وخلصت على كده. مثلا 5 تايمز 6 ايكوال 30 و3 تايمز 10 ايكوال 30 وخلصت على كده. يبقى لو سالك اي سؤال في الدنيا وقال لك لو سمحت هل دول بروبورشن ولا لا، هتعرف منين؟ هتعمل الاكستريمز مع بعضه والمينز مع بعضه. ماشي يا مستر باسل؟ وبعدين كده يا مستر باسل بص بقى يا حبيبي، والله كده يا حبيبي عندك ساعات بقى بيضحك عليك وبيلعبك لعبه قذره قوي. تمام؟ بيقول لك مثلا ايه؟ بيقول لك مثلا دلوقتي سعادتك ان انت عندك 5 over x equal 15 over 27 وفايند x. طبعا كالعاده لو انت عايز تجيب الاكس هتعمل ايه؟ هتشوف، هتكتب كده عندك الاكس ايكوال، ادي الاكس ايكوال اهو. وبعدين يا مستر باسل سعادتك والله هتسال نفسك سؤال سهل قوي. ايه بقى يا مستر السؤال؟ مين النمبر ايوه مين التو نمبرز اللي قدام بعض اللي انا عارفهم؟ تقول لي والله يا مستر ال 5 و 27. اعمل لهم تايمز. ادي 5 تايمز 27 اهو. 5 تايمز كام؟ 27 اوفر مين عندك النمبر اللي لوحده؟ تقول لي والله العظيم يا مستر باسل النمبر عندي اللي لوحده اللي هو يا مستر ال 5 اللي هو يا مستر ال 15. طيب ساعتك 5 تايمز 27 اوفر 15 وخلصت على كده. يبقى لو شقلب لك الدنيا كلها وعاوز الاكس هتعمل ايه؟ هتعمل النمبرز قدام بعضها اوفر النمبر اللي لوحده. طيب المثال مثلا اللي جنبه نفس الكلام بالظبط. هتقول لي والله يا مستر باسل مش انت عاوز الاكس؟ اكتب الاكس يلا ايكوال مين النمبرز اللي قدام بعضها؟ هتقول لي والله يا مستر 4 تايمز 15. تعمل 4 تايمز 15. مين النمبر اللي لوحده؟ هتقول لي والله يا مستر 20. ادي اوفر 20 خلصت. اوكي افرض بقى يا مستر باسل ضحك عليا. صح، واحسبها بعد كده يعني. افرض ضحك عليا، بدل ما اداني اكس اداني اكس بلس 2. يعني عمل لك كده قال لك اكس بلس 2 ايكوال عندك او اوفر 6 ايكوال 18 اوفر 24 وفايند اكس عادي بكل سهوله. هتعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط. مش هي اكس بلس 2 حطها اكس بلس 2. ادي اكس بلس 2 وبعدين ايكوال عادي فراكشن عادي. يلا مين النمبرز اللي عندي اللي قدام بعضهم؟ هتقول لي والله يا مستر ال 6 وال 18. تعمل 6 تايمز 18 اوفر مين النمبر اللي لوحده؟ هتقول لي والله يا مستر ال 24
اوفر 24. لما تحسب كده كل ده هيطلع لك سعادتك كام؟ هيطلع لك والله العظيم يا مستر باسل مش فاكر الصراحه، طبعا 6 تايمز 18 اوفر 24، خد بالك ها، 6 تايمز 18 والله مثلا 6 تايمز 10 60، 6 تايمز 8 48، 108 اوفر 24 مش عارف يعني تلاقي لك مثلا كام؟ تلاقي لك مثلا اعوذ بالله ماشي، تلاقي لك مثلا 10 مثلا يبقى ايكوال 10 مثلا يعني ما اعرفش يعني اوكي. ايوه مستر وبعدين يعني هتقول لي والله مثلا اكس بلس 2 ايكوال اللي طلع ده اللي هو مثلا 10. تحلها ازاي؟ هتحلها عادي كايكويشن عادي، يعني تعمل ايه؟ هتودي عندك ال 2 تو ذا اذر سايد بالماينس، ايوه كده اصبح عندك الاكس ايكوال 8. طبعا مش شرط 8، لا حسب يطلع عندك عامه هو كام يعني، مفيش اي مشكله طبعا يعني. لو قال لك مثلا دلوقتي سعادتك ان احنا عندنا 2 اكس، تقول له والله يا مستر 2 اكس اوفر 10 حلو ايكوال 20، وحط لك هنا مثلا ايه، وقال لك فايند اكس. الموضوع عندك بكل سهوله هتعمل ايه؟ هتمشي عادي خالص، مش انت عاوز ال 2 اكس تكتب عندك عادي خالص ال 2 اكس، ادي يا مستر اهي 2 اكس، تكتب عادي ايكوال عادي او فراكشن او عادي من النمبرز اللي قدام بعضها يا مستر باسل. هتقولي والله يا مستر النمبرز اللي قدام بعضها الا وهي ال 10 وال 8، هتعمل 10 تايمز 8 اهو، ادي 10 تايمز 8. مستر لو سمحت من النمبر اللي لوحده ال 20 يبقى اوفر 20، كده اصبح عندك ايكوال كام؟ 10 تايمز 8 80، 80 اوفر 20 ايكوال صح كام؟ ايكوال 4. ده مين اصلا دي اللي 4 دي، الاكس ولا ال 2 اكس؟ تقول له والله يا مستر ال 2 اكس. مستر ازاي حلها؟ مش 2 اكس دي يا حبيبي معناها ايه؟ معناها 2 تايمز اكس، هتمسك ال 2 توديها الناحيه الثانيه بالديفايدد، كده اصبح عندك الاكس ايكوال كام؟ 4 ديفايد 2 ايكوال 2 وخلصت. كده اصبح عندنا اللعبه كلها مهما انطلب الاكس في اي حته في الدنيا هتعمل ايه؟ هتجيبها وخلصت على كده. ساعات طبعا سعادتك بيضحك عليك، بدل ما يقول لك هات الاكس بيقول لك لا هات مثلا الفيرست، هات السكند، هات الثيرد، هات الفورث. ازاي؟ يقول لك مثلا كده فايند، لو سمحت وانت معاك البوستر وانت قاعد على السرير بتراجع ورايا هتقعد تكتب كل الملاحظات دي على جنب، يعني اي حاجه بكتبها زياده عن البوستر اكتبها انت كده ايه على البوستر عامه. يلا فايند ايه بقى يا مستر باسل؟ فيرست، ايوه فايند فيرست بروبورشنال، تمام ادي فايند فيرست بروبورشنال او الفيرست. طيب اليمين بس يا مستر باسل لو سمحت، قال لك مثلا لل 2 وال4 وال8 بالراحه بقى كده. لو هو عندك طلب الفيرست، طلب الثيرد، طلب السكند، كله نفس الفكره بالظبط، بتعمل ايه؟ بتعمل عندك البروبورشن اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ريشيو ايكوال ريشيو، وبعدين بتحدد هو عاوز مين. لو هو عايز الفيرست سعادتك هتحط مكانه اكس، عايز السكند تحط مكانها اكس، عاوز الثيرد تحط مكانها اكس، عايز الفورث تحط مكانها اكس. هو عايز مين؟ الفيرست. سعادتك انت عارف فين مكان الفيرست، تقول له والله يا مستر اهو حط مكانها اكس او واي او زد، خليها مثلا ام عشان خاطر المستر بس اللي بيلمح اي خدمه. وبعدين يلا اللي بعده ال2 السكند، اللي بعده ال4 الثيرد، اللي بعده الفورث. وبعدين يا مستر باسل اعمل ايه؟ عندي والله يا حبيبي كل اللي بعمل من النمبرز قدام بعضها 2 تايمز 4 اوفر 8 هات الام ايكوال 1 نمبر 1 وخلصت على كده. بس يا طلب الفيرست نفس الكلام، السكند نفس الكلام، الثيرد نفس الكلام، الفورث برضه نفس الكلام. بص بقى سعادتك افرض بقى عندك قلب لك السؤال بطريقه كلاميه بحته، قال لك ايه بقى؟ ايه بقى يا مستر باسل؟ قال لك والله سعادتك فايند، ايوه فايند ذا نمبر. هو عايز يعرف النمبر اللي احنا لو عملنا له ايوه اف سبتراكت، ايوه سبتراكت from both terms او both ratios it will be كذا. خد بالك السؤال ده وارد يقول لك سبتراكت، وارد يقول لك اد، مجرد ترجمه. بص بقى انت بتعمل ايه؟ تكتب عندك كده 5 اوفر 6 زي ما هي، حلو، وكبرها بس شويه لو سمحت اهو. وبعد كده يا مستر باسل عاوز نمبر معين هيتاخد من دول، ايوه عشان خاطر يخليها it will be، يخليها هنا ايكوال it will be an equal 3 اوفر 2 بالراحه كده. لو قال لك سبتراكت هتعمل ماينس، تعمل ماينس. طب لو قال لك اد هتعمل بلس، تعمل بلس. وبعدين هتسال نفسك سؤال، هو انت عارف اصلا ماينس كام؟ والله العظيم يا مستر ما اعرف، ده هو اصلا عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف. فطالما عاوز يعرف اعمل ايه؟ افرضها مثلا من عندي اي فاريبل كمثلا ايه؟ كمثلا واي. يلا واي عاوز تخليها اكس اعملها براحتك، عاوز تخليها زد اعملها براحتك عادي. وبعدين فايند واي بقى يلا. تقول لي والله يا مستر حلها ازاي؟ مش عارف. بالراحه كده، هل انت اصلا تقدر تخمن؟ والله العظيم يا مستر ما تقدرش. طب ايه الحل عندي عشان ما اخمنش؟ انت اصلا عارف ان ده تايمز ده، بص كده ان ده تايمز ده، ايوه هو ده تايمز ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن برودكت اوف اكستريمز هي برودكت اوف مينز، صح كده؟ تقول لي والله يا مستر صح، يعني التو اللي عندك تايمز مين؟ تايمز 5 ماينس واي اهو. بص كده ادي التو اهي على جنب اهو، بص على جنب ادي التو اهي تايمز ال5 ماينس الواي،
ايكوال هي عادي، هي مين يا مستر باسل؟ ال 3 تايمز 6 ماينس واي اهو، هي ال 3 ايوه تايمز 6 ماينس واي. حلو. ابدا بقى سعادتك اعمل لها سمبليفاي ودلعها. هدلعها ازاي؟ هتقول لي والله يا مستر 2 تايمز 5 و2 تايمز واي. دلع يلا 2 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 10. 2 تايمز واي يلا 2 واي بس بالماينس يا مستر ايكوال. دلع تاني هنا تعالى يلا 3 تايمز 6 هتقول لي it will be 18. يا لهوي عليك ايه الجمدان ده؟ 3 تايمز واي هتقول لي 3 واي. جامد اقسم بالله. وبعدين سعادتك هتجيب الوايات مع بعضها والنمبرز مع بعضها كانهم اخوات. يعني ايه؟ تقول لي والله العظيم يا مستر باسل يعني عندك سعادتك دي كده عندك 2 واي تروح لصاحبتها او صاحبتها تجي لها براحتك. لو انت وديت لها عادي سبتها عادي، بس انا رايي ودي كده دي تو ذا اذر سايد مع صاحبتها ودي ال 10 مع صاحبتها الناحيه الثانيه. كده اصبح عندنا مين اللي قاعد زي ما هو نيجاتيف 2 واي، مين اللي جالها بوزيتيف 3 واي. اشمعنى؟ عشان دي عندك بالايه؟ بالنيجاتيف 2 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. ايكويشن بتاع بريب 1 يا ولد. وبعدين 18 زي ما هي ادي 18. مين اللي جالها؟ ماينس 10. تمام يلا نيجاتيف 2 واي بلس 3 واي ايكوال واي. تمام 18 ماينس 10 ايكوال كام؟ ايكوال 8. كده عندي الواي ايكوال كام؟ ايكوال 8. لو انت سعادتك ماسك الحل او ماسك البوستر في ايدك شخبط على هذا الحل لان هذا الحل حل سؤال تاني خالص عشان خاطر الحل الصحيح فعلا تحتها على طول. تمام كده؟ تمام يا مستر بس. طبعا بالمناسبه لو انت حابب تشترك معايا في سنتر او في اونلاين كلمني بسرعه على الواتساب على الرقم اللي هو في الديسكربشن او في اول كومنت عندك عشان خاطر الموضوع عندنا في السيستم مش مجرد فيديو زي اليوتيوب وخلاص، لا ده بيكون 2 سيشن في الاسبوع وبينزل لك هوم ورك على كل سيشن وبينزل لك كمان امتحان على كل سيشن واكونت عندك على المنصه والكلام ده كله. لو انت حابب تنضم لينا على السيستم او على النظام كلمني بسرعه على الواتساب قبل ما الحجز يكتمل. طيب بالراحه بقى يا سعادتك. والله يا مستر باسل افرض مثلا دلوقتي احنا عندنا حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه؟ يعني افرض قال لك سعادتك بسم الله ما شاء الله ان انت عندك مثلا A over 2 equal B over 3. هتقول لي يا مستر تمام وزي الفل و10 على 10 ونجم كمان. ايه بقى يا مستر باسل؟ اسال سؤال. مش انت سعادتك بالله عليك انت عارف ان ده تايمز ده هو ده تايمز ده ايوه يا مستر صح. المشكله عادي يلا 3 تايمز A ب 3A ايكوال 2 تايمز B كام يا مستر؟ ايكوال عندك 2B. وبعدين ماذا بعد؟ ماذا سوف افعل؟ والله يا حبيبي افرض هو اداك دي وقال لك رجعها لاصلها او مش شرط او طلب منك مثلا قال لك فايند A اوفر B. كام اوفر كام؟ يا ترى 2 اوفر 3 ولا 3 اوفر 2؟ هتاكد اصلا منين؟ بص بقى انا عايزك انت تتوقع ايه؟ تتوقع A اوفر B مثلا 3 اوفر 2. مش انت المفروض لو انت رجعت دي لاصلها ترجع دي؟ يعني ايه؟ يعني انت لو انت عندك عملت 2 تايمز A و3 تايمز B هيطلع لك 2A و3B صح كده؟ هل دي 2A و3B؟ والله العظيم يا مستر مش صح. فكده ايه الاحسن ليها كحل؟ ان انت تشقلبها، ان انت تعمل ايه؟ تعمل لحظه كده تعمل عندك 2 اوفر 3. اشمعنى؟ عشان خاطر سعادتك لو انت حبيت ترجعها لاصلها هتقول لي 3A equal 2B وهذا هو فعلا الحل بتاعك صح كده؟ صح. طب هل يا مستر هي بتتحل حادي بادي كرومب زبادي ولا ليها طريقه معينه؟ لا والله العظيم يا حبيبي ليها طريقه معينه. ازاي بقى؟ هو لو طلب منك بص بقى كده، لو اداك مثلا اي حاجه اداك اي حاجه بص قال لك كده قال لك مثلا 6B او خليها 6A اهو 6A بسم الله الرحمن الرحيم 6A equal 7B تمام اهو كده 6A equal 7B. وبعدين وطلب منك A over B بص كده طلب منك A over B من غير ما تقعد تجرب. مش هو عاوز A over B يعني رايح من ال A لل B. في قاعده بتقول لك لو انت رايح ما ترجعش بايدك فاضيه لازم ترجع تاني. يعني ايه؟ يعني 7 over 6. يا لهوي عليا 7 over 6. حابب تتاكد اتاكد ازاي؟ 6 تايمز A 6A فعلا اهي 7 تايمز B 7B فعلا صح. افرض يا مستر عكس لي ولعب بيا وقال لي والله العظيم يا مستر باسل بي اوفر اي لعب بيا اقسم بالله اهو بص رايح من البي للاي يعني اهو لازم ترجع تاني بقى يبقى 6 اوفر 7. يا لهوي علي 6 اوفر 7 بس كده. فلو اداك دي وطلب منك دي او دي هتقول له عادي. ايه بقى المصيبه عندنا؟ لو ما اداكش ولا دي ولا دي واداك مثلا دي وقال لك تعالى 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 يا متدلع انت ايه بقى يا مستر باسل؟ قال لك والله يا حبيبي انا هديك ايكويشن جاهزه وهطلب منك A اوفر B. تقول له والله يا مستر اعرف منين؟ انت متعود ان الاي في طرف لوحدها والبي في طرف لوحدها فانت لازم تعدلها. بمعنى ايه؟ لازم تاخد النيجاتيف 5B توديها الناحيه الثانيه الاذر سايد بعكس الساين بتاعتها. كده اصبح عندك ال 2A ايوه
ايكوال 5b. طالما عندنا رجعنا الشكل بتاعنا الاساسي، مش انت عاوز a اوفر b؟ سهله ومتدلعه، a اوفر b 5 اوفر 2 بس اهو. صعبه؟ يبقى لو انت عندك ده فايت ايكويجن رجعها لاصلها وحلها. بص اهو تعمل ايه؟ رجعها لاصلها يا ولا وبعدين حلها، رجعها لاصلها وحلها. طيب افرض بقى عندنا صعب الايكويجن شويه، قال لك بص انا هديك بقى باور 2 باور 3 وهروق عليك، هتعمل ايه؟ رجعها لاصلها وحلها برضو. يعني ايه؟ يعني هو عاوز ايه اوفر بي صح؟ يلا تودي النيجاتيف 9 بي تو ذا اذر سايد، نيجاتيف 9 بي باور 2 تو ذا اذر سايد بالبوزيتيف، كده اصبح عندنا ال 4 ايوه a باور 2 ايكوال 9 بي باور 2. مستر هو عايز a اوفر بي صح؟ بس دي a باور 2 اوفر b باور 2، اقول لك امشي معاه عادي خالص طبيعي عادي يعني عادي. يلا a باور 2 اوفر b باور 2، يلا ادي a باور 2 اوفر b باور 2، ارجع تاني يلا ايكوال 9 اوفر 4. بس هل دي a اوفر b ولا a باور 2 اوفر b باور 2؟ a اوفر 2 قصدي a باور 2 اوفر b باور 2. طيب ازاي تكنسل باور 2؟ بتعملوا حاجه عكسه يا ولا اللي هو ايه؟ سكوير روت. بس مش سكوير روت بس، ده الباور 2 دي بتتحول لبوزيتيف ونيجاتيف سكوير روت. فهمتك يا مستر باسل، بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت. يلا كده اصبح عندنا ال a اوفر b ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف سكوير روت كام؟ 9 اوفر 4. المال عندك هتطلع كام؟ 9 والله يا مستر هتطلع 3، ودي يا مستر هتطلع 2. كده اصبح عندنا بوزيتيف اند نيجاتيف 3 اوفر 2. فلو اداك الايكويشن بالطريقه دي اعدلها وحلها، بالطريقه دي اعدلها وحلها باذن الله تعالى في الامتحان. انا توقعاتي في الامتحان هيديك السهله العبيطه قوي دي وانت تحلها، حب يرخم هيديك دي، شايفك ولد عبيط حفق هيديك السؤال اللي هو اصلا ملوش لازمه اللي هو عباره عن 2a ايكوال 3b a اوفر b وخلصت على كده بس. يعني لو عمل لك مثلا دلوقتي كده وقال لك دلوقتي ان انت عندك x بلس 2y اوفر 4x ماينس 3y ايكوال 7 اوفر 6، بروف ان x اوفر y ايكوال 3 اوفر 2، من الاخر بيقول لك هات x اوفر y. تقول له والله العظيم يا مستر ولا هي عاديه ولا هي ايكويجن، ده هي يا مستر بروبورشن، يعني ريشيو ايكوال ريشيو. يا نهار اسود يا مستر باسل، شكله مش موضوع بسيط. بص عليه، في هذه الحاله هستخدم الخاصيه بتاعتنا الشهيره جدا جدا جدا. ايه بقى يا مستر؟ ان انت عندك ده تايمز ده، بسم الله ما شاء الله، ايوه هو يا مستر باسل ده تايمز ده. يعني ايه؟ يعني ال6 اللي عندك مالها تايمز كل ده اللي هي تايمز ايه؟ تايمز اكس بلس 2 واي. ايوه يا متدلع انت، ايكوال هي يا مستر ال7 اللي عندك اي تايمز 4 اكس ماينس 3 واي، وتبدا سعادتك تشتغل عادي خالص، تعمل تايمز، يعني ده تايمز ده تايمز ده تايمز ده تايمز ده، سمبليفاي وجمع ووزع وخلصت على كده. يلا يا مستر ادي 6 تايمز اكس و6 تايمز 2 واي، يلا 6 تايمز اكس ايكوال 6 اكس، بسم الله ما شاء الله، 6 تايمز 2 واي ايكوال 12 واي. لا مؤاخذه في الكلام، لو انت بتقع في الحاجات البسيطه دي فانت قول على نفسك الرحمن الرحيم. يلا 7 تايمز 4 اكس ايكوال 28 اكس، 7 تايمز 3 واي ايكوال 21 واي. لو انت عرفت تحل دي لحد دلوقتي اكتب في الكومنتات انا جامد جدا. اوكي يلا اللي بعده. والله يا مستر باسل هنجيب الاكسات مع بعض الوايات مع بعض، سعادتك هتعمل ايه؟ والله يا مستر اكسات مع بعض وايات مع بعض. يلا هتنقل عندك ال 6 اكس للاذر سايد ودي للاذر سايد عشان يصبح عندنا وايات على الشمال اكسات على اليمين. عاوز تعكس براحتك اللي انت عاوزه اعمله عادي. يلا كده اصبح عندنا يا مستر ننزل 12 واي زي ما هي، من هيجي لها نيجاتيف 20 واي بس هتجي لها بالبوزيتيف. كده اصبح عندنا بوزيتيف 21 واي ايكوال عندك يا مستر من قاعد زي ما هو 28 اكس، من هيجي لها نيجاتيف 6 اكس. يلا كده اصبح عندنا 21 بلس 12 ايكوال 33 واي ايكوال 28 ماينس 60 ايكوال كام؟ تقول له والله يا مستر ايكوال بسم الله 33 ولا كام؟ ايكوال 22 اكس اهو 22 اكس. كده اصبح عندك، وانت عاوز مين سعادتك؟ عاوز اكس اوفر واي اهو، عايز ايه؟ اكس اوفر واي، ادي اكس اوفر واي يعني 33 اوفر 22. بسم الله ما شاء الله 33 اوفر 22 على آلتك الحاسبه البطيخه هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 3 اوفر 2، وهذا هو المطلوب اثباته. ساعتك لو معاك البوستر هتلاقي السؤال ده محلول بالتفصيل اهو زي ما انت شايف طبعا في البوستر. حاجه اخر دلع، حاجه اخر روقان، بالله عليك اوعى تنسى تطبعه عشان خاطر تقفل الامتحان بتاعك وتبقى مكسر الدنيا. طيب عندنا بقى كده بسرعه موضوع جديد ومهم جدا جدا جدا. بص بقى سعادتك، والله يا مستر باسل طبعا زي ما انت عارف يا حبيبي يا روح قلبي يا عيني يا حته قلبي من جوه، لو قال لك مثلا دلوقتي مثلا يعني x over 2 equal y over 3 وطلب منك تثبت اي حاجه في الدنيا، اقسم بالله اي حاجه في الدنيا، انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول لي ده ايكوال مثلا عندنا كونستنت معين اسمه m،
بعض الناس بتسميه ام، بعض الناس بتسميه كي، البعض بيسميه ار، براحتك زي ما انت عاوز تسميه براحتك عادي. تمام كده؟ تمام. وبعدين كنت انت بتحدد على جنب ان انت عندك ايه بقى يا مستر باسل؟ عندك الاكس ايكوال والواي ايكوال. بتجيبها ازاي؟ كنت بتقول لي والله يا مستر الاكس اللي عندي ايكوال 2 ام، الواي اللي عندي ايكوال 3 ام، او الاكس ايكوال 2 ام، الواي ايكوال 3 ام، وبتبدا عادي تعوض في الحته اللي هو عايز يثبتها وخلصت على كده. وكمان مش كده وبس، افرض غير شكلها في ليسون 2، عمل ايه؟ بدل ما يقول اكس اوفر 2 واي اوفر 3، لا ضحك عليك وقال لك والله احنا عندنا مثلا اكس اوفر واي ايكوال 2 اوفر 3. سعادتك هتمشي نفس الستبس بالظبط، هتقول لي الاكس ايكوال برضو الاكس ايكوال 2 ام والواي ايكوال 3 ام. يعني سواء حاطط لك الرقم تحت الاكس، الرقم قدام الاكس بيكون النمبر ام، النمبر ام. تمام. ومش كده وبس، ضحك عليك اكتر من كده كمان ولعب بيك وقال لك ايه؟ قال لك بص سعادتك، قال لك 2 اوفر اكس ايكوال 3 اوفر واي. هتقولي برضو كل ده ايكوال ام، وتكتب برضو عندك على جنب نفس الكلام بالظبط، ايه؟ ان الاكس ايكوال 2 ام برضو نفس الكلام، والواي ايكوال ايه؟ 3 ام. سعادتك جابها لك معدوله، جابها لك مقلوبه، جابها لك متشقلبه، هتعمل نفس الستبس وحل على كده. جاهز؟ اتفضل يا باشا تعالى. قال لك والله دلوقتي اكس اوفر واي ايكوال 2 اوفر 3، فانت وانت مغمض عينك من قبل ما تحل هتعمل ايه؟ على جنب على جنب على جنب. فين القلم يا مستر؟ اهو. يلا. الاكس ايكوال 2 ام، الواي ايكوال 3 ام قبل ما تحله. وبعدين يلا ابدا اعوض. مش مثلا عاوز 2 اكس بلس واي واكس بلس 2 واي وال12 و16 بروبورشنال، يعني ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، اكتبها الاول وبعدين ابدا اعوض. يلا ادي يا مستر اهو. يلا ادي 2x يلا بلس y اوفر x بلس 2y ايكوال ايوه من الثيرد 12 اوفر 16. هتشيل كل x حط مكانها 2m، هتشيل كل y يا ولا حط مكانها 3m. اتفضل يلا تعال. يلا هنشيل الاكس يلا. بص يا حبيبي ركز معايا، شيل الاكس حط مكانها 2m. كده اصبح عندك 2 تايمز الاكس اللي هي بكام؟ 2m. يلا بلس شيل الواي حط مكانها كام؟ 3 ام، ادي بلس 3 ام اوفر يا حبيبي تعال. شيل الاكس حط مكانها 2 ام، يا لهوي على الجمدان، بلس 2 واي يعني ايه؟ يعني 2 ملتبلاي 3 ام. يلا كل ده ايكوال كام؟ كل ده ايكوال، نحسبها بقى عادي ولا 12 اوفر 16؟ لا احسب بس الاول عادي. يلا 2 تايمز 2 ام بكام؟ هتقول لي والله يا مستر 4 ام، 4 ام 3 ام 7 ام. يا لهوي على الجمدان، ايه ده؟ 7 ازاي؟ 2 تايمز 2 4 صح، بلس 3 ايكوال كام؟ 7. احنا عندنا بس غلطه فظيعه جدا عملتها، اقسم بالله خدت بالي ان الواي ب 5 ام مش ب 3 ام. شفت حتى المستر نفسه غلط عادي. يلا الواي عندنا بكام؟ ب 5 ام اهو. 5 ام 5 ام. يلا تمام 5 ام كده شيل واحد وكده 5 ام. الواي ب 5 ام بالله عليك ب 5 ام. ادي اي 3 خليها 5 5 ام اهو 5 ام. يلا 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 حصل خير عادي. يلا 2 تايمز 2 4 4 و5 ايكوال 9. يلا 9 ام 9 ام. اوكي يلا 2 ام بلس 2 تايمز 5 ايكوال 10. 2 ايكوال كام؟ ايكوال 12 ام. يا لهوي 12 ام. اوكي وبعدين يا مستر باسل عادي اكنسل سعادتك الام مع الام. 9 اوفر 12 ايكوال كام؟ ادي 9 اوفر 12. عاوز تعملها سمبليفاي، ديفايد 3 ديفايد 3 هيطلع لك 3 اوفر 4. تقول لي يا مستر ده يا مستر هي مش 12 اوفر 16 دي؟ مش 3 اوفر 4 مش هي؟ اقول لك لا، ما هي 12 اوفر 16 دي برضو على جنب كده اهو. 12 اوفر 16 برضو ب 3 اوفر 4، 3 اوفر 4 بس. فانت كده هتقول لي ان الليفت هاند سايد يعني جنب الشمال، جنبك الشمال يا ولا، ايكوال الرايت هاند سايد اللي هو الجنب الايه؟ الجنب اليمين. طبعا جاب لك السؤال كده عادي هتحله، جاب لك معكوس هتحله، شقلب الام هتحله وهكذا. افرض بقى عمل لك سعادتك كده، قال لك والله مثلا دلوقتي يا حبيبي نفس الكلام بالظبط، بدل ما يقول لك ان انت عندك A وB وC ودي بروبورشنال، تمام؟ يعني السؤال اصلا عندك ممكن يجي ازاي؟ ممكن يجي يقول لك مثلا يقول لك ان الاي كوما البي سي والدي ار بروبورشنال. ار ايه؟ ار بروبورشنال. فانت هترجمها ازاي؟ هترجمها سعادتك ليها معنى ايه بقى يا مستر باسل؟ لما يقول لك الكلمه دي انت هترجمها بروبورشنال دي يعني هم كلهم ايكوال بعض، يعني ده اول ثاني ثالث رابع ايكوال بعض. فانت هترجمها ازاي؟ هتقول لي A اوفر B ايكوال C اوفر D. يبقى دي كده ترجمه الجمله اللي هم بروبورشنال. طيب مستر ماذا افعل بعد كده؟ طبيعي عادي خالص تقول لي ان الاي بكام ام والبي بكام ام. الاي اللي تحتها ام براحتك، او جنبها عادي براحتك. عاوز تعمل الاي بالسي ام والبي بدي ام اعملها. عايز تعمل بص كده، عايز تعمل الاي والسي بس اعملها. شوف اللي انت عاوزه اعمله عادي براحتك، بس انا رايي خليها اللي فوق احسن. الاي والسي. يلا ادي الاي وادي السي. يلا
ال اللي عندك سي يا حبيبي، يلا ادي السي. ال اللي عندك بكام؟ ببي ام، والسي اللي عندك بدي ام. يلا هتشيل كل ايه؟ هتعوض مكانها بي ام، هتشيل كل سي عوض مكانها بدي ام. اي حاجه غيرهم سيبهم زي ما هم. يلا فين؟ في اللي هو عاوزه ده. يلا يا مستر ايكوال. يلا ادي يا مستر 5، بسم الله ما شاء الله. ادي 5 اهي. ايه يا مستر؟ ليه يا مستر بكام؟ بي ام. ادي 5 بي ام بلس 2 سي. السي اللي هي بكام؟ دي ام، يبقى 2 دي ام. ادي 2 دي ام اوفر 5 بي. يعني 5 ايه؟ يعني 5 البي اصلا مش معانا. ادي 5 بي مش جاي منها اهو. ماينس، ادي ماينس يا مستر بس اهو. 2 دي مش معانا برضه، ماينس 2 دي. يلا هل هنا في A و C؟ في يا مستر برضه يا مستر A و C فيهم برضه عادي. يلا ادي ايكوال 4A اللي هي بكام؟ بي ام. كده 4 بي ام بلس السي كام؟ تي ام. كده 4 سي ام. يلا اوفر، ايوه اوفر 4 بي. يعني ايه؟ يعني 4 بي. هل اصلا معاك البي؟ لا سيبها زي ما هي. ادي 4 بي بلس، هل معاك الدي 3 دي؟ لا مش معاك، سيبها برضه زي ما هي. ادي 3 دي. وبعدين يا مستر بس المسافه. يلا هتفكر تاخد من فوق كمان فاكتور، من تحت كمان فاكتور، من فوق كمان فاكتور، من تحت كمان فاكتور، فوق او تحت براحتك عادي. اوكي يلا يا مستر تعالى. 5 تايمز 5 بي ام بلس 2 دي ام. هل في كومن فاكتور؟ والله يا مستر 5 بي ام ودي ام في مين متكرر عندك كومن فاكتور؟ يعني متكرر الام. صح الام ده من فوق. ها يلا مين اتبقى؟ انا خدت الام اتبقى 5 بي بلس 2 دي. تمام اوكي يا مستر. وبعدين وتحت برضه تنزل زي ما هي عادي. ادي 5 بي بلس 2 دي. ادي 5 بي ماينس 2 دي عادي زي ما هي بالظبط اهو. ايكوال عادي. كومن فاكتور كومن فاكتور كومن فاكتور. يبقى عندك مين؟ ال4 صح كده. ال4 والايه تاني؟ ادي ال4 كومن فاكتور والام 4 ام. اللي بقى البي بلس السي صح كده. ادي البي بلس السي اوفر كومن فاكتور كومن فاكتور كومن فاكتور. طبعا ما فيش تقريبا 4 بي، ما فيش اصلا 4 بي. بسم الله ما شاء الله. 4 بي بلس كام؟ 3 دي. طيب وبعدين هو انا الصراحه بص كده البي بلس السي. لحظه واحده. الصراحه تقريبا في غلط اصلا في السؤال عامه، يعني اللي هو منه نت ديزاينر عامه طبعا غلط، فخلى المستر يحل السؤال غلط. بس ما علينا عادي. هو الصراحه دي كده المفروض تكون بوزيتيف بدل نيجاتيف. تمام فكده هيكنسل ده مع ده. بص كده هيكنسل ده مع ده شبه بعض بالظبط. اوكي طيب وتحت برضو هيكنسل برضو ايه؟ هيكنسل برضو يا مستر. يعني المفروض عامه يكون اصلا الكنسل ده كله مع ده كله، فيبقى برضو ام من يمين وشمال وخلصت على كده. بس للاسف السؤال مكتوب غلط، فعادي يعني كمل عادي. اوكي طيب بس عامه عشان خاطر ما ازعلكش نحل برضو السؤال ده مكان او مكان السؤال اللي احنا او المصمم منه لله عمله، يعني عمله غلط عامه. يعني بص بقى ساعتك نفس الفكره بالظبط. تقول لي والله ان الاي عندنا ايكوال بي ام والسي عندنا ايكوال دي ام. هتشيل كل ايه حط مكانها بي ام، هتشيل كل سي حط مكانها دي ام. يلا يا مستر تعالى. يلا 3 اي يعني 3 تايمز بي ام، يعني 3 بي ام بالمره يعني. بلس سي يعني بلس دي ام اوفر 5 اي يعني 5 بي ام. ايوه ماينس 2 سي يعني ماينس 2 دي ام. وبعدين ايكوال، هل سعادتك في هناك اي او سي؟ لا هننزلهم زي ما هم بالظبط. ايكوال ايه؟ ايكوال يا مستر 3 بي بلس دي اوفر 5 بي ماينس 2 دي وهكذا. ماشي يا مستر. وبعدين عادي خلاص خد الام كومن فاكتور. ادي الام يا مستر اهو. كده بقى عندنا 3 بي بلس دي اوفر خد الام كومن فاكتور. ادي الام اهو. بقى عندنا 5 او 5 بي ماينس 2 دي. سعادتك بس هتكنسل مين مع مين؟ هتكنسل سعادتك الام مع الام. مين اللي اتبقى؟ ده هنا، واللي اتبقى برضو ده هنا زي ما هو عادي خالص اهو. اتبقى عادي خالص زي ما هو كده. اصبح عندنا فعلا الجنب اليمين ايكوال الجنب الشمال. هتقول كده على طول زين ان الليفت هاند سايد جنب الشمال ايكوال الرايت هاند سايد. ساعتك بتمشي الموضوع كومن فاكتور عادي خالص، ولما تكنسلش بتحاول برضو تكنسله عامه يعني. اوكي طيب بالراحه بقى كده. افرض بقى سعادتك قال لك دلوقتي السؤال بالشكل ده، اقسم بالله شكله يخض وايه حاجه كده اخر جمدان. بص بقى قال لك مثلا دلوقتي بسم الله ما شاء الله x over a minus 2b equal y over b minus 2c equal z over c minus 2a. مش عارف بروف بقى كل ده. الموضوع عندك بكل سهوله هتمشي واحده واحده مع السؤال. ايه بقى يا مستر باسل؟ مش هو عاوز x بلس 2y ماينس z؟ دي اختي كامله حلوه يا اموره. يا مستر باسل يعني ايه؟ يعني والله العظيم يا حبيبي هو مين الريشيو اللي فيها x؟ الاولانيه. يعني عاوز تاخد الاولانيه تكتبها زي ما هي. حلو قوي كده اهو
اكتبها زي ما هي الاولانيه عادي ماشي. وبلس 2 واي يعني اعمل 2 تايمز الثانيه، يعني شايف دي كده اعمل لها تايمز 2 بس بالراحه كده. تايمز 2 هو انت ساعتك ينفع تعمل تايمز 2 فوق بس غلط كفراكشن، لازم تعمل فوق وتحت. يعني انت عاوزك تعمل تايمز 2 تايمز 2 يا اختي كمان يا اموره، وبعدين ماينس زد يعني عاوزك تعمل ماينس الزد، يعني ماينس فوق وماينس برضه تحت اهو بس كده، وتطبقها عادي. تمام يلا نطبقها ونجرب تعالى بس بالراحه كده. كل كلام بيكتبه لك كاوبريشن لازم انت تترجمه بالانجليزي. يعني ايه؟ انت عاوز تعمل اكس ايوه اللي هو الفيرست، الفيرست ريشيو، عاوز تعمل لها اد ايوه ل 2 تايمز السكند، وبعدين اند ملتبلاي نيجاتيف 1 تايمز الثيرد. يعني انت بتترجم بس. انت كده هتقول لي اولا كده هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان انا عندي عايز اعمل ادنج ايوه عايز اعمل ادنج للريشيوز والكلام ده كله. هو بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش عارف اعمل ادنج للريشيو الاولى واعمل ملتبلاي 2 تايمز الريشيو الثانيه واعمل تايمز نيجاتيف 1 الريشيو الثالثه. عايز تقول كده خير وبركه، نسيت تقول مفيش اي مشكله عادي بالراحه بقى كده. والله يا مستر عندي الريشيو اللي هي مين؟ اكس، نزلها زي ما هي ادي اكس، بس خد بالك انت بتنزل فوق وتحت طيب مين اللي تحتها؟ a ماينس 2 بي، ادي a ماينس 2 بي حلو. وبعدين يلا بلس 2 واي يعني بلس 2 واي نزلها زي ما هي 2 واي، بس خد بالك انت تعمل ضرب واي قصدي تايمز 2 من فوق تايمز 2 من تحت. يلا يبقى كده 2 بي ايوه ماينس 4 سي اهو ادي بلس 2 بي، ركز 2 بي ماينس 4 سي. فاهم ليه؟ عشان بعمل تايمز 2 تايمز 2 يلا ماينس زد من فوق ادي ماينس زد اهي ماينس زد يلا، ومن تحت خلي كل اللي تحت اعكس الاشاره يلا يبقى ايه؟ يبقى ماينس سي بلس 2 ايه ادي ماينس سي بلس 2 ايه 2 ايه يلا كده اصبح عندك من غير اصلا ما تفكر سعادتك ايه اللي هيحصل يا مستر باسل. اللي فوق زي ما هو اللي هو اكس بلس 2 واي ماينس زد، واللي تحت عادي. لو انت بصمجي ومش عارف تحل اديله اللي هو حاططها لك اللي هو الحل النهائي، لكن لو انت عبقري هتفكر بعقلك عادي. ازاي؟ تقول لي والله يا مستر باسل دي هيكنسلوا مع بعض حلو. والله يا مستر باسل A و2A 3A حلو. والله يا مستر باسل دي ودي نيجاتيف 5C. عشان كده بقول لك ايه؟ عشان كده بقول انت بصمجي مش عارف تحلها حط له اللي تحت تحتها وانت اصلا كانك مش واخد بالك عادي. اوكي طيب وبعدين هتقول كده يا مستر باسل ايكوال على طول 1 اوف جيفن ريشيو اهو ايكوال 1 اوف جيفن ريشيو. يعني كده دول طلعوا واحده من الريشيو اللي عندنا. اشمعنى؟ عشان خاطر اصلا عندنا خاصيه ان انا لما بعمل اد من فوق واعمل اد من تحت بيطلع ريشيو جديده عندنا ايكوال ليهم برده كلهم. اوكي كده خلصنا الجزئيه دي ايه كلها. بقى مين بقى الجزئيه دي؟ اوكي يلا واي بلس 2 زد عادي سهله. ادي اكتب واي اهي يا سلام على الجمدان ادي واي اهي بلس 2 زد عادي اوفر. يلا هتقولي برده ايه؟ هتقولي برده اد فيرست ريشيو اند ملتبلاي سكند ريشيو باي 2. اوكي لا قصدي اد سكند ريشيو اند ملتبلاي ثيرد ريشيو باي 2. يلا اوفر واي يعني بي ماينس 2 سي ادي بي ماينس 2 سي. يلا ماشي بلس ادي بلس 2 زد يعني 2 تايمز سي و2 تايمز ايه هي دي ادي 2 تايمز سي ونيجاتيف 4 ايه. يلا خلصت. يلا كده اصبح عندك لو انت بصمجي حط له الحل زي ما هو اللي هو ايه اللي هو بي ماينس 4 سي. يا لهوي ايه مين جاب الايه دي؟ ماشي بي ماينس 4 ايه مش هاخد عشان طبعا دي كانوا مع بعض هيبقى بي ماينس 4 ايه. طب وهنا واي بلس 2 زد. الصراحه اقسم بالله سؤال ملوش 60 لازمه في التعليم بس عادي اثباتات مالهاش اي لازمه عادي. معلم هتقولي برضو 1 اوف جيفن ريشيو then left hand side equal right hand side. السؤال عندنا اللي بعده بسرعه بيقول لك ايه؟ بيقول لك سعادتك ان الاي والبي والسي والدي بروبورشنال. طبعا ايه معنى الكلمه دي؟ والله يا مستر معناها ان انت عندك A اوفر B equal C اوفر D equal M وعلى جنب الاي equal B M والC equal D M. يلا ابدا بقى نشتغل خالص. ايه بقى يا مستر باسل؟ هذا السؤال حلناه من شويه مع بعض اهو حله كان اهو. اوكي نحل كده يا مستر بس السؤال اللي بعده عادي والسؤال برضه اللي بعده يا مستر عادي. سيب بس كده سبيس بس لو سمحت ونحله بس تحت مع بعض. تعالى تحت اهو تحت في السبيس. يلا السؤال ده حلناه مع بعض بقى بس السؤال ده تعالى يلا هتقول لي والله يا مستر كده على جنب ان الاي اوفر البي ايكوال سي اوفر الدي ايكوال ام. يلا والاي ايكوال بي ام وبعدين يا مستر باسل والسي اللي عندك ايكوال دي ام. يلا ايوه يا مستر 3 ايه يعني ايه؟ هتقول لي يا مستر 3 ايه يعني 3 بي ام ادي 3 بي ام ماينس 2 سي يعني ايه؟ يعني 2 دي ام اوفر. يلا يا مستر باسل اوفر ايه بقى؟ تعال اهو 5 ايه يعني 5 بي ام ماشي بلس 3 سي بلس 3 دي ام. يلا ايكوال عندك سعادتك يلا ايكوال ايه؟ 3 بي ماينس 2 دي ادي 3 البي ما نعرفهاش ماينس 2 دي ما نعرفهاش
اوفر 5 بي ما نعرفهاش ماينس او قصدي بلس 3 دي ما نعرفهاش برضه عادي. هتاخد سعادتك كومن فاكتور من فوق ومن تحت يلا اللي هو اصلا مين الام اللي بقى 3 بي ماينس 2 دي اوفر الام برضه اللي بقى 5 بي ماينس او بلس 3 دي كنسل ام مع الام ودي برضه زي ما هي بالظبط 3 بي ماينس 2 دي اوفر 5 بي بلس 3 دي. كده اصبح عندك هتقول لي ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. اوكي طيب السؤال بسرعه اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ساعتك نفس الكلام بالظبط، بيقول لك بقى ايه سي اوفر بي دي مش عارف ايكوال كذا اوفر كذا. يلا نفس الكلام بالظبط هتقول لي ايه؟ تقول لي والله يا مستر A اوفر B ايكوال C اوفر D ايكوال عندك M ال A اللي عندك B M ال C اللي عندك D M هتشيل كل A حط مكانها B M هتشيل كل C حط مكانها D M اي حاجه غير ال A وال C سيبها زي ما هي. يلا يلا يا حبيبي تعالى A صح اللي هي بكام؟ B M تايمز C اللي هي بكام؟ D M اوفر B اللي هي بكام؟ ما نعرفهاش يلا والدي ما نعرفهاش يلا ايكوال A اللي هي بكام؟ بي ام ماينس سي اللي هي بكام؟ دي ام اوفر بي نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ ما نعرفهاش ادي بي ماينس الدي ما نعرفهاش برضه كل ده باور كام؟ باور 2. يلا يا حبيبي تعالى 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 ايه بقى يا مستر؟ تعالى عادي ايه المشكله؟ يلا كده اصبح عندك ايه؟ اصبح عندك ماشي ام تايمز ام باور كام؟ تقول والله يا مستر ام باور 2. سبحان الله ام باور 2 ازاي؟ اي سي الاي بي ام ودي بسي ام ماشي يلا كده ماشي ام ادي كده عندنا بي دي كده ام باور 2 اوكي ام باور 2 اوفر بي دي ماشي وبعدين كده اصبح عندنا اوفر بي دي عادي ايكوال ام كومن فاكتور بقى بي ماينس دي اوفر بي ماينس دي اول باور 2. طبعا بالمناسبه كده بالراحه بقى كده ايه بقى يا مستر باسل؟ والله يا حبيبي لازم تعرف حاجه. ايه بقى يا مستر؟ لازم تعرف ان انت عندك ان البي ما نعرفهاش تمام والدي ما نعرفهاش تمام بس هنبدا نكنسل عادي خالص يعني نكنسل البي دي مع البي دي بقى ام هنا باور 2 ادي ام باور 2 حلو يلا مش بي ماينس دي باور 2 كانها بي ماينس دي تايمز نفسها فكده ممكن بص كده ممكن بس كده نمسحها معلش نكتب بس كده بدلها بي ماينس دي تايمز بي ماينس دي صح كده صح يا مستر يلا كنسل دي مع صاحبتها كده بقى عندنا الام اوفر البي ماينس دي حلو. تقول له والله يا مستر باسل هو فين يا مستر الرايت اللي ايكوال الليفت ده يا مستر؟ هقول لك لا هو اصلا كده بالسؤال غلط المصمم منه لله بس المفروض يعني نتكنسل ويتبقى ام باور 2 في الاخر وهكذا يعني فانت اعتبر السؤال بس مكتوب صح وحلها عادي عاوز نحط سؤال غيره مفيش مشكله بس انا ايه دي الفكره عامه يعني. اوكي طيب افرض بقى مثلا سعادتك قال لك كده قال لك x اوفر 3 ايكوال y اوفر 4 ايكوال z اوفر 5 بروف ذات ان 2y ماينس z اوفر 3x ماينس 2y بلس z ايكوال عندك 1 اوفر 2 تحلها عندك ازاي؟ طبعا زي ما انت عارف هتقول لي ان الاكس اللي عندك ايكوال 3 واي اي والواي اللي عندك ايكوال 4 لا اي واي دي ايكوال 3 ام تعال ايكوال 3 ام والواي ب 4 ام والزد ب 5 ام وتبدا عندك تعوض تشيل الاكس تحط 3 ام شيل الواي حط 4 ام شيل الزد حط 5 ام جاهز اتفضل تعالى يلا اصبح عندنا يا مستر 2 واي يعني 2 تايمز كام 4 ام يلا ماينس زد اللي هي بكام 5 ام يلا اوفر 3x يعني 3 تايمز 3 ام ماينس 2 يعني 2 تايمز 4 ام بلس زد يعني بلس 5 ام ساعتك هتجمع عادي خالص 2 تايمز 4 ايكوال 8 ام ماينس 5 ام ايكوال كام؟ ايكوال 3 ام يلا اوفر 3 تايمز 3 ايكوال 9 ام 9 ام ماينس 8 ام ايكوال 1 ام بلس 5 ام ايكوال كام؟ ايكوال 6 ام كنسل ام مع الام بقى 3 اوفر 6 اللي هي اصلا كام؟ اللي اصلا ايكوال 1 اوفر 2 وكده خلاص اثبتنا مع بعض اول سؤال. افرض بقى سعادتك عمل لك كده قال لك برضو اثبت ان ده ايكوال ده عندك بص هتعمل ايه؟ هتقول لي والله يا مستر هتعوض عادي عن ايه؟ هتعوض عن الاكس ايكوال 3 ام تعوض عن الواي ايكوال 4 ام تعوض عن الزد ايكوال 5 ام ابدا عوض عادي خالص يعني حط الروت زي ما هو يلا 3 اكس يعني ايه؟ يعني 3 تايمز 3 ام بكام؟ ب 9 ام بالمره عادي يلا ماينس 2 واي يعني ماينس 8 ام بلس زد يعني بلس 5 ام كل ده ايكوال 2x يعني كام 2 تايمز كام 2 تايمز 3 ايكوال 6 ام والواي بلس 4 ام 4 ام يلا كده اصبح عندك سعادتك ممكن تعمل ايه عادي خلاص والله يا مستر باسل 9 ماينس 8 ايكوال 1 ايه 6 ام يلا 6 ام يلا الروت بتاعها كل ده ايكوال يا مستر باسل كام ايكوال والله يا مستر باسل عندنا 10 ام يا لهوي يا مستر باسل ايه الدلع ده ايكوال 2 تايمز ايكوال 10 ام اوه وبعدين بس خلاص ايه المشكله يعني بس خلاص
لا طبعا مش بالطريقه دي، ولكن طبعا ايه بقى يا مستر باسم، المفروض اصلا عندك اصلا يطلع هنا مثلا يعني مش 10 ام، لا يطلع هنا مثلا، اقول لك كام، اقول لك يعني يطلع هنا مثلا 9 ام مثلا، لحظه بس واحده، يطلع هنا مثلا 9 ام باور 2 مثلا، يعني 9 ام باور 2 تمام، ويطلع هنا مثلا رقم مثلا معين مثلا تاني، في الاخر تلاقي مثلا ده ايكوال ده وهكذا يعني. بس انت بس مجرد بتعوض عامه، فانا بس استاذنك لو انت معاك الشيت امسح هذا السؤال منه ده المصمم المتخلف عقليا اللي حل او اللي نقل هذا السؤال غلط يعني. بص بقى ساعتك، افرض بقى دلوقتي عمل لك مثلا كده، قال لك A بلس B over 4 equal B plus C over 5 equal C plus A over 7 proves that A plus B plus C over 8 equal A over 3. كل ده عامة يعني. الموضوع بكل هتعمل ايه؟ هتعمل لهم كلهم بلس، ده كل سؤال عامة يعني. ادي A بلس B بلس B بلس C بلس C بلس A وهكذا، تمام؟ طيب جاهز؟ اتفضل يلا. ادي يا مستر اهو A بلس B بلس B بلس C بلس C بلس A equal. مش انت اصلا لو انت عندك عملت بلس من فوق لازم تعمل بلس من تحت؟ ايوه يا مستر بس عادي يلا. 4 بلس 5 بلس 7، تعال 4 و 5 equal 9 9 و 7 equal 16 over 16 يلا equal عادي. مستر ايه هاتين بي هاتين سي هاتين، كده عندنا 2A بلس 2B بلس 2C يلا. وبعدين هتقول لي والله يا مستر وبعدين عادي خالص، اوفر عادي يلا. اوفر كام يا مستر؟ تقول لي والله يا مستر اوفر 16 يلا. مش انت اصلا عندك سعادتك ممكن تاخد التو كومن فاكتور عادي، هيبقى عندك ايه بقى يا مستر؟ هيبقى عندك ان بسم الله الرحمن الرحيم ال2 يبقى A بلس B بلس C اوفر، ايوه يا مستر باسل 16. ممكن عادي بكل سهوله سعادتك تعمل ايه؟ تكنسل ال2 مع 16 هيبقى تحت 8، عارف ليه؟ عشان ديفايد 2 ديفايد 2 هيبقى عندك تحت ايه؟ 8، وكده انت اثبتت خلاص الجنب الشمال. استاذنك توقف الفيديو وتفكر ازاي تثبت الجنب اليمين اللي هو A over 3. طبعا مكتوب طبعا غلط، فانا هوقف بس واقول لك مكتوب ايه بالظبط ونرجع لك مع بعض تاني. بعد ما اتاكدت من السؤال من المصمم منه اللي لا الله يخرب بيته ده طبعا غلط، قال لك طبعا بروف ان ده ايكوال A بلس B over 4. بالراحه بس كده يا مستر باسل، يعني ايه ايكوال A بلس B over 4؟ يعني مش دي هيطلع لك ريشيو من دول يا مستر باسل، ومش دي اصلا ريشيو منها، فطبيعي لما انت تعمل لهم ادنج بيطلع كلهم ايه؟ بيطلعوا تو ريشيوز قد بعض. يعني ايه؟ يعني انا لما بعمل ادنج للنيميريتورز تمام، وبعمل ادنج للدينومينيتورز تمام، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي الريشيو من ضمن الريشيوز، يعني بيطلع لي ريشيو جديده ايكوال، بص كده ريشيو جديده ايكوال لده وده وده. فاللي طلع عندي هيطلع عندي دي صح كده، بكتب بس كده جنبها 1 اوف جيفن ريشيو، يعني واحده منهم 1 اوف جيفن ريشيو، والثانيه برضو هي فعلا اصلا 1 اوف جيفن ريشيو. فكده اصبح عندي الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد، وكده خلاص فاضل لنا بس حاجه صغيره جدا ونخلص مع بعض يونت 1. بص بقى سعادتك ايه بقى يا مستر باسل؟ لو انت عندك مثلا دلوقتي مثلا يعني بقول لك 1 اوفر 2، بص كده 1 اوفر 2 ايكوال 2 اوفر 4، هتقول لي والله يا مستر باسل دي ريشيو ايكوال بعض مفيش اي مشكله عادي خالص تمام كده تمام. بس انت ملاحظ حاجه جديده عندنا في البروبورشن بتاعنا، ايه بقى يا مستر؟ ان انت عندك في رقم بيتكرر اللي هو ايه؟ اللي هو رقم 2 ده تمام كده. فالنوع ده عندنا من البروبورشن اللي هو اصلا فيه عندنا السكند تيرم بيتكرر، مش بنسميه عندنا بروبورشنال عادي، لا بنسميه عندنا كونتينيود بروبورشنال، يعني بروبورشنال مستمر. بمعنى ايه؟ لو انت حبيت تكمل لازم غصب عنك تعمل 4 اوفر حاجه، اوفر 8 مثلا، و8 اوفر 16 وهكذا. فالنوع ده كده عندنا بنسميه كونتينيود. طيب بالراحه بقى كده عندنا بتكون ازاي؟ تقول لي والله يا مستر بتكون عندنا مثلا 1 اوفر 2 ايكوال 2 اوفر 4. عندنا بنسمي اول نمبر ده عندنا سعادتك فين بس انا بتاعه، بنسميه عندنا الفيرست بروبورشنال تمام، وبنسمي ده كده عندنا السكند. طيب هل ال2 دي ولا ال2 الثانيه؟ لا الاثنين مع بعض، يعني دي كده عندنا السكند، دي برده عندنا السكند تمام. وبنسمي يا حبيبي ال3 دي عندنا بنسميها الثيرد بروبورشنال. كده اصبح عندنا بنسمي الاولاني الفيرست، سمي الثاني ده وده السكند، بنسمي ده الثيرد. بالمناسبه بنسمي ال1 وال4 من السيشن اللي فاتت اكستريمز، او من ليسون 1 بنسميه اكستريمز، وبنسمي ال2 مينز. فلو طلب منك المين كده يقصد السكند، لو طلب بالفيرست يقصد الفيرست، لو طلب الثيرد يقصد الاخير مش اللي هو الثالث، خد بالك يعني. طيب بالراحه بقى كده، لو قال لك مثلا دلوقتي سعادتك مثلا يعني قال لك فايند ذا فيرست بروبورشنال لل 8 و 16، ساعتك هتعمل ايه؟ هو مديك رقمين بس تمام، ادي هو مستر ريشيو ايكوال ريشيو، هو عايز الفيرست صح؟ هتسميه مثلا اكس. طيب هل السكند معاك؟ ال8 بحطها مره هنا ومره هنا. عرفت يا مستر منين؟ عشان خاطر طالما عندي مديني رقمين يبقى كده النوع ده كونتينيود. اوكي طيب مين الثيرد 16؟ طيب
حلها برضه مثلا عادي ايوه يا مستر، حلها برضه يا مستر ازاي؟ عادي خالص، بتعمل ايه؟ تعمل ده تايمز ده يا اختي كمينه اوفر ده وخلصت على كده بس. افرض طلب منك مثلا دلوقتي مش الفيرست، يعني طلب مثلا منك مثلا الثيرد لمين؟ لل1 وال2، قال لك هات الثيرد، هتعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط، هتقول لي والله يا مستر ريشيو ايكوال ريشيو ال1 ال2 الاكس 2 تايمز 2 اوفر 1 وخلصت على كده بس كده. طيب افرض طلب منك بقى الميدل او المين، بالمناسبه يا اما يقول لك الميدل يا اما يقول لك المين. طب اصلا دي معناها ايه ودي معناها ايه؟ هما الاثنين معناهم السكند، يبقى لو عاوز السكند مش هيقوله لك، لا هيقول لك هات الميدل او هات المين. هتعمل ايه؟ هتعمل برضو عادي ريشيو ايكوال ريشيو. خد بالك بقى، هو المين ده لو هو كونتينيود مكانه فين؟ تقول لي والله يا مستر مكانه هنا ومكانه كمان هنا. تمام، كده اصبح عندي يا مستر باسل 32 هي الفيرست، ادي 32 اصبح عندي ال 18 هي الفورث، قصدي الثيرد يعني. وبعدين عايز تجيب بقى الاكس، هتجيبها ازاي؟ هترجع بقى زمان لليسون 1، هتعمل ايه؟ ده تايمز ده هو ده تايمز ده، يلا اكس تايمز اكس باور 2 ايكوال 32 تايمز 18 ايكوال كام؟ هتقول لي والله يا مستر ايكوال مش فاكر، يعني ايكوال رقم معين. تمام، كمثلا 200 كام؟ مش فاكر والله. 32 تايمز 18 بكام؟ لحظه بس كده نحسبها بس لو سمحت. دي 32 ادي 32 اهي، 32 تايمز 18 بسم الله ما شاء الله، ادي 32 تايمز 18 576 اهو، 576 ادي 576. طبعا بالمناسبه دي كده عندنا ايكويشن بسيطه عادي خالص، بتحلها عندك ازاي؟ بتودي باور 2 لاذر سايد ببوزيتيف ونيجاتيف سكوير روت، كده اصبح عندك الاكس ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف كام بقى يا مستر باسل؟ 24. خد بالك من حاجه، ان الميدل هو الوحيد في الكونتينيود اللي بيطلع له رقمين، لو طلب الميدل وده اختيارات لازم يطلع بوزيتيف اند نيجاتيف الاثنين مع بعض. الفيرست لازم بوزيتيف بس او نيجاتيف بس عادي، الثيرد عادي، انما الميدل لازم الاثنين مع بعض، ما ينفعش بوزيتيف بس، لازم يكون بوزيتيف ونيجاتيف بس كده. اوكي، طبعا بالمناسبه ازاي تعمل بروف اللي هم اصلا كونتينيود؟ بالراحه بقى كده، بتعرف منين؟ بيجي يقول لك ان الاي والبي والسي كونتينيود بروبورشنال، او بيقول لك ان البي هي المين بروبورشن، الاثنين نفس المعنى بالظبط. طيب يا مستر باسل بعملها بس يا مستر باسل ازاي؟ عادي، بتعمل ايه؟ بتقول لي ان البي كونتينيود صح كده، اصبح عندنا A اوفر B، اوعى تقول لي C اوفر D، لا دي كونتينيود يعني ايكوال B اوفر C ايكوال عندنا M. وبالراحه كده يا مستر باسل، بالراحه بقى كده، بتبدا عندك ازاي؟ ان البي اللي عندك على جنب كده ايكوال ده تايمز M اللي هي سي ام زي ما انت حافظ بالظبط، والاي اللي عندك ايكوال سي ام باور 2. طبعا انت فاهم وانا فاهم ليه، عشان خاطر بنبدا نعوض، عشان انت اصلا بتقول لي على جنب ان الاي ده على جنب ان الاي بي ام، شرحناها 1000 مره قبل كده، والبي اصلا دي عارفينها اللي هي في سي ام، فانت بتشيل حط مكانها سي ام، ايوه سي ام اهي، وسي ام ام يعني سي ام باور 2. بص اهو من غير اي حرف يعني ماشي ما علينا. المهم عوض عادي خالص، يلا ايه يعني ايه؟ يعني سي ام باور 2 اهو، سي ام باور 2 بلس 2 بي يعني ايه؟ يعني 2 سي ام اوفر البي يعني ايه؟ يعني سي ام بلس اي سي يعني ايه؟ الاي يعني سي ام باور 2 والسي يعني ايه؟ يعني ما نعرفهاش سي عادي، يلا ايكوال يا نهار ابيض على الجمال ايه؟ ايكوال ايه يا مستر باسل؟ ايكوال عندك ساعات يا رب يا ست، ايكوال عندك ساعتك ايه؟ ايكوال سي اللي هي بكام؟ ما نعرفهاش، سي بلس الاي عارفينها سي ام باور 2 اوفر الدي عارفينها، لا مش عارفينها الدي بلس البي اللي هي سي ام. تمام، وبعدين يا لهوي يا مستر الدي اصلا ما نعرفهاش ازاي؟ ماشي ما علينا. كده اصبح عندنا طبعا من الله المصمم ما علينا، يعني اصبح عندنا ناخد طبعا كون فودر والكلام ده كله اللي هو السي ام، اصبح عندنا الام بلس الكامل المتبقيه ال2 اوفر سي برضو ام مع كومن فاكتور. انا اشك ان السؤال ده محله غلط، اشك يعني مش محله غلط، اشك ان هو المصمم نقله غلط، ده اشك يعني. فانت احسن لك خليك بس كده في السؤال ده لحظه بس واحده، او احنا هنبدله ونكمل مع بعض تاني عادي. اوكي طيب بس ساعتك دلوقتي بس لو سمحت بس معاك الشيت ده امسح السؤال ده، ومنه لله المصمم منه لله بياخد فلوس على الفاضي وفي الاخر بينقل السؤال غلط، ما علينا يعني منه لله. طيب اهو بس كده بسرعه هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله يا مستر باسل ان ال اللي عندك ايكوال ايه؟ ايكوال سي ام باور 2 والبي ايكوال سي ام بس. اوكي طيب كده اصبح عندك ان الايه يعني 2 a يعني 2 سي ام باور 2 2 سي ام باور 2 بلس 3 بي يعني 3 سي ام بس اوفر 2 بي يعني 2 سي ام بس بلس 3 سي زي ما هي 3 سي ايكوال الايه اللي هي سي ام باور 2 اوفر البي اللي هي سي ام، كانسل سي مع سي باور 2 مع الام، بقى على اليمين ام وعلى الشمال
خد بس عندك بس بسرعه كومن فاكتور. يلا اصبح عندك الكومن فاكتور هو مين؟ هو عندك السي والام، صح كده؟ سي والام. اوكي كده اصبح عندك اللي بقى ال 2 ام بلس 3، وتحت لما تاخد السي كومن فاكتور هيبقى عندك ال 2 ام بلس 3. ازاي 2 ام بلس 3؟ ايوه صح كده. كنسل 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 كنسل، يبقى عندك الام وخلص كده. كده اصبح عندك الرايت ايكوال عندك الليفت، ومن الله المصمم الله يخرب بيته. افرض قال لك بقى سعادتك ان الاي والبي والسي والدي كونتينيود، هتقول لي والله يا مستر باسل ان الاي اوفر البي ايكوال سي اوفر الدي ايكوال، لا اي اوفر بي ايكوال بي اوفر السي ايكوال سي اوفر الدي ايكوال عندك ام، وهتقول لي ان السي ايكوال دي ام اهو في الاخر اهو، والبي ايكوال دي ام باور 2 دي ام باور 2، وان ال عندك ايكوال دي ام باور 3. تبدا برضه تعوض برضه عادي خالص وتحلها برضه زي ما كنا بنحلها مع بعض. وكده خلاص الحمد لله رب العالمين خلصنا مع بعض يونت 1. سعادتك بس كده هتوقف الفيديو وتاكد بس ان انت فاهم لحد دلوقتي، وتاخد لك بس كوبايه ميه ساقعه وتتغدى وتتعشى، ويلا نكمل مع بعض يونت 2.